اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم اسلام مهندو. انا النهارده هكلمكم عن الكانون 650 دي، كاميرا قديمه بس ما زالت في الاسواق المصريه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. انا من زمان خالص، من سنه او سنه ونص كده، عملت لها ريفيو، بس الريفيو كان وحش وما كانش عاجبني، فقلت النهارده اعمل لكم راجعه سريعه عليها كده واقول لكم امكانياتها بطريقه بسيطه وسهله. اول حاجه الكاميرا معانا هنا كروب فريم مش فول فريم. تاني حاجه الكاميرا فيها بروسيسور من نوع ديجيك 5. البروسيسور دوت ولا عالي قوي ولا واطي قوي، هو كده حاجه في الوسط، والبروسيسور ده كويس ان هو يسهل لك التعامل مع الكاميرا. والايزو بتاعها بيمتد من 100 لحد 25600. عدد نقط الفوكس عندنا 9 نقط. الشاشه بتاعت الكاميرا هنا عندنا 3 انش او زي ما بيقولوا 3 بوصه. الشاشه كمان تاتش، وده هيسهل قوي للمصورين ان هم يتعاملوا معاها، وخصوصا في الفيديوهات ان هم لو عايزين يغيروا نقطة الفوكس بتاعتهم يقدروا يتكوا على شاشة التاتش يغيروا نقطة الفوكس بتاعتهم. التاتش هيسهل كتير قوي معاك في التعامل في التصوير وظبط الايزو وحاجات تانية كتير. وكمان الشاشة متحركة تتقلب معاك شمال يمين، يعني لو انت يوتيوبر او بتصور نفسك ما تيجي تصور الزوايا الضيقة فالشاشة برضه هتساعدك في الموضوع دوت. اقل شطر سبيد عندنا 30 ثانية، واعلى شطر سبيد عندنا 1.4000 في الثانيه الواحده. وبالنسبه للناس اللي مش عارفه الشطر باختصار شديد هو المده الزمنيه للقط الصوره. بالنسبه للمداخل عندنا مدخل للميكروفون ومدخل للميموري كارد ومخرج HDMI ومدخل تقدر توصله على الكمبيوتر اللي هو AV. بالنسبه للفلاش عندنا فلاش داخلي في البادي نفسه، وعندنا مكان للفلاش الخارجي، وبتصور 5 فريم في الثانية للصور المتتابعة. يعني انت لو بتحب تصور الحاجات المتحركة او الحاجات اللي بتجري بسرعة فالكاميرا دي هتساعدك جدا. وزنها 575 جرام، والبطارية بتصور 440 صورة للشحنة الواحدة. وللأسف الكاميرا دي ما فيهاش واي فاي، والكاميرا دي سعرها تقريبا بيتراوح ما بين ال5 ل6.5 كده، من 5000 جنيه ل6.5. لو عايز تبدأ ممكن تبدأ بالكاميرا ديت. انا دلوقتي قلت شوية تفاصيل بسيطة ومختصرة جدا عن الكاميرا، والحقيقة كمان دي الكاميرا اللي انا بصور بيها حاليا. انا بصور بلينس 1855، احسن لينس تركبه عليها عشان تصور بورتريهات كويسة لينس ال50. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال عن الكاميرا دي او كأن اي كاميرا تانية يا ريت تقول لي في كومنت تحت. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.